من المستحيل، الكلام ده يسمعوه، من المستحيل جدا انك انت تسيطر على المدرعات. اليرموك اللي احنا شفناه الليله، وده الجانب اللي دار نقوله، اللي الناس ديل اصلا هم مركز ثقلهم جنوب الخرطوم. نعم. يعني هم ما بعيدين من المنطقه الموجود فيها اليرموك، وما بعيدين من المنطقه الموجود فيها مصنع الذخيره. نعم. تكاتفوا بالقوه دي على اساس انه يحاولوا زي ما قلت لك سياسيا يحاولوا يحققوا انتصارات على مستوى المائده بتاعه التفاوض، لكن عسكريا هم لا يستطيعوا انهم برضه يسيطروا على وبرضه ما دار ندخل في تفاصيل. اللي بيشوفوا الناس ده، المشاهد اللي بيشوفوها الناس دي، الهانكرات بتاعه التصنيع والورش وكده، دي هانكرات على سطح الارض. اليرموك حقيقه هو موجود تحت الارض، عشان برضه الناس تكون يعني اي زول بيشوف المقاطع اللي بتتصور دي يكون فاهم. اليرموك دي حقيقه موجوده على تحت الارض، يعني من الصعب جدا انك انت تتكلم عن انك انت سيطرت على ده من غير ما ندخل في تفاصيل. بالتالي حتى لو الطيران اليوم دخل في انه يضرب المنطقه دي، يضرب منطقه البوابه، المناطق دي برضه محميه بمساحات بعيده جدا على من النواه بتاعت مصنع اليرموك